المشوار من النادي الأهلي. النادي الأهلي بيطير إلى الجزائر. المباراة اللي جاية يوم السبت القادم. رئيس البعثة هو النائب محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. الجرحي على فكرة واحد من الكوادر الرائعة داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، رأس الحقيقة بعثات كتيرة جدا والأمور كانت على ما يرام. كابتن سيد عبد الحفيظ بيرافق الفريق وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي. زيزو هيغيب من 4 ل6 أسابيع، نتمنى له إن شاء الله بإذن الله الشفاء ونتمنى له التوفيق. ما يخص إمام عاشور، هل هناك عروض لإمام عاشور؟ أيوه، أي نعم. طب إيه الموضوع؟ إمام عاشور أصدر تعليمات لوكيله، والكلام ده حضراتكم على مسؤوليتي أنا الشخصية. أصدر تعليمات لوكيله حتى انتهاء الموسم، مش عايز أسمع عن أي موضوع، لا عروض ولا رايح ولا جاي ولا أي حاجة خالص. أنا هنزل الملعب ألعب، أراضي الجمهور، العلاقات تبقى كويسة، انتهى الموسم. عند حضرتك عروض خش بيها على النادي الأهلي. اللي بقوله لحضرتك ده لي أنا، يعني ده قصتي أنا، على مسؤوليتي أنا. ده كلام إمام عاشور، وأنا لما أقول كلام إمام عاشور على مسؤوليتي أنا اعرف إن أنا إيه، يعني مصدر المصدر. إمام عاشور دلوقتي هدفه الأساسي إن هو ينزل الملعب عشان يصالح جمهور النادي الأهلي، ثم بعد كده بقى في عروض، تيجي عروض الأهلي يوافق، الأهلي ما يوافقش، دي خطوة تانية. وفي نهاية الموسم لا يوجد أي حديث حتى نهاية الموسم، لا من ناحية إمام ولا من ناحية النادي الأهلي في أي تجديد. يعني لا هنجدد لك ولا معاك إيه ولا عايز إيه ولا عروضك إيه ولا القصة ولا بتاع. إمام مش عايز يشيل شيلة مش بتاعته. أنا بقول لكم أهو بمنتهى الصراحة أهو، وأنا كل سطر بقوله أنا مسؤول عنه. يعني إيه؟ يعني مش عايز يشيل شيلة، الدوري يروح فيقول لك إمام، أفريقيا تروح فيقول لك إمام. عايز يرجع يخش جوه الفريق يلعب يكسر الدنيا زي كده كأس الأمم، يقول لك إمام عاشور. لأن جمهور النادي الأهلي الموقف اللي فات ده إمام، أنا أقول لكم الصراحة، وتمشي براحتك وترقص في الملعب طول ما أنت صاحبي وكفاءة وفي الفريق وملتزم، أنت عم العالم. أنا مش جاي وأنا مش رايح وأنا مش لاعب المرة دي وكده، أقلب عليك في ثانية. مصلحة الأهلي قبل أي شيء. ده جمهور النادي الأهلي اللي تحط كل القصة اللي فاتت دي عشان تبقى الأمور واضحة. وده كلام إمام عاشور شخصيا. ترب طول عمره من يوم ما جه الأهلي قال لك مفيش لاعب غيابه يؤثر في فريق. النهارده في المؤتمر الصحفي قال حتة، والحقيقة هي فيها يعني مسؤولية كبيرة جدا. قال لك الوحيد اللي لو غاب يفرق معايا هو اللعيب، هو القائد، هو الحماسي، هو حاجات كتيرة جدا. تريزيجيه وشد 10 خطوط، تريزيجيه وشد 10 خطوط. النهارده ترب قال انا اللي يفرق معايا ترب. ده في المؤتمر الصحفي بعد ماتش الاهلي، بعد ماتش البنك الاهلي، انا اسف. تعالوا نشوف. عادة ما بتكلمش على لاعب بعينه، لكن النهارده محتاج اتكلم على تريزيجيه. For me, he was a one-man army trying to help the team achieving goals. Was the most dangerous guy on the pitch. أدى بشكل رائع، كان لعيب مقاتل في الملعب، بيحاول بكل طاقته ان هو يساعد الفريق. Amazing what this guy can do. Even he played a lot of games and normally he should be very tired, but he tried until the last minute to see if he could help the team achieving even the victory. كان بيحاول يساعد الفريق لتحقيق الفوز لغايه اخر دقيقه رغم حجم الاجهاد الكبير اللي بيواجهه والمباريات المتتاليه اللي بيلعبها. ان تريزيجيه مميز جدا في الانطلاقات بتاعته في الواحد في الواحد، وانه ممكن يعمل محاولات على الجون ويعمل كروسات. انا الحقيقه بشوف تريزيجيه ده واحد من اللعيبه الكبار جدا جدا جدا، شخصيه واداء واخلاق وكل حاجه. النهارده شهاده الترب في تريزيجيه ان هو لاعب مؤثر ولاعب غيابه يؤثر بشكل كبير جدا على الفريق، دي شهاده كبيره جدا، ولكن يستحقها تريزيجيه اللي ياما اسعد جمهور الاهلي وياما اسعد
الشعب المصري مع منتخبنا الوطني. واللقطة الشهيرة اللي عمرنا ما هننساها هي لقطة التأهل لكأس العالم. هو كان صاحب الدخول والقطعة والحاجة والقصة والحكاية والرواية، قصة مختلفة تماما. فاهم قصدي؟ ما تخليش اداؤه في الملعب افضل حاجه. اولا مشكله من مشاكل الاهلي الكبيره جدا الملحوظه من بدايه حتى السيزون هو التحضير والخروج بالكوره. دي اول مشكله بيعاني منها النادي الاهلي، انك ازاي تحضر وتشتغل. المشكله الثانيه اللي الراجل ابتدى يعالجها، ودي وخد بالك، والمشكله دي سببها ايه؟ ان انت عندك الاثنين المساكين بتوعك ما بيحضروش كويس، ما بيقدروش يطلعوا بالكره بشكل كويس. الاثنين الباكين عندك التوظيف بتاعهم الهجومي مش جيد، تمام؟ وعندك حارس المرمى يعني الشناوي في اوقات كتيره جدا بتبقى عنده مشاكل في الخروج بالكوره. فدي مشكله الاهلي الاولى في حته التحضير. اضف الى ذلك لما يكون مروان عطيه بيلعب، مروان من الناس اللي ما بتقدرش تجري بالكوره، يعني تعمل سبرنت بالكوره، ما يقدرش يعمل يعني اختراق بالكوره، ما يقدرش يجري 10 متر بالكوره سبرنت لقدام. هو مروان دايما بيلعب بالكوره، بياخد الكوره من الجنب للجنب، تمام؟ عايز يستلم يلعب يمين او يلعب شمال، وده برضو امر مش جيد، ما يخليكش انك انت تقدر انك برضو تخرج بالكوره او تبني هجمه بشكل كويس. فدي المشكله رقم واحد في الاهلي. الراجل مشكله رقم اثنين ان انت بتلعب ب 2-6 و2-6 كبار جدا. محمد هاني في الحته الدفاعيه مش افضل حاجه، في الحته الهجوميه اثبت انه رقم واحد، تمام؟ وعيد يعني خلاص يعني ما حدش هيلعب عليه. الليفت باك انت عندك عمال تغير، مره بتلعب بكوكا، مره بتلعب بشكري، مره عايز تلعب بواحد ثالث انت مش عاجبك بالعمري فانت مش حاطه والراجل مش مقتنع بيه او ما عندوش قناعه والولد لسه مش جاهز، فبالتالي لسه عندك برده مشكلتين في الباكين في الحته الدفاعيه. فالراجل عايز يعمل ايه؟ عايز ان هو يلعب ب 2-6 عشان يعمل التغطيه على حساب الحته الهجوميه. فعدم وجود امام اللعيب اللي بيقدر يعمل سبرنت، شورت سبرنت ولونج سبرنت، اللعيب اللي بيقدر يعمل لك حته التحول الجري بالكوره، انت هتبقى عندك ازمه كبيره جدا في الحته الهجوميه. فعشان كده الاهلي امبارح الشوط الاول من الدقيقه 5 للدقيقه 28 الاهلي ملوش وجود. الاهلي ليه الكره الهجوميه بتاعته مش احلى حاجه؟ الاهلي ليه ما بيقدرش يبني هجمه؟ الاهلي ليه ما بيعملش 10 15 باص في الحته الهجوميه؟ ليه؟ لان انت عندك مشاكل في الحته الدفاعيه في التحضير، عندك مشكله كبيره جدا في الاثنين السته اللي لازم تغيرهم وتلعب بواحد تاني.